السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. النهاردة هنشرح مع بعض موديول الأكسس تحول رقمي عربي تحديث أكتوبر 2024. الأكسس موديول مهم جدا، ولكن في لخبطة جامدة جدا في الملف بتاع المجلس الأعلى للجامعات، لأن هو مكررين المعلومات فيه. فهنلاقي ان الملف بتاع المجلس الاعلى للجامعات هو بيتكون من 96 صفحه، جزء نظري وجزء تخيلي وجزء عملي. يعني ايه جزء تخيلي؟ يعني انا في اجزاء معينه لازم اتخيلها عشان اقدر اصمم النموذج بتاعي، وبعد كده بطبقها على ارض الواقع في الجزء العملي. تمام. فدلوقتي هنبتدي مع بعض الجزء النظري. قبل بس ما ابتدي في البرنامج الاكسس لازم اعرفكم حاجه مهمه. ايه هي؟ البرامج اللي هي بتستخدم في المستشفيات، اللي هي قاعدة البيانات اللي بيستخدموها، او السيستم. نفس الكلام اللي بيستخدم في بعض المدارس مثلا الانترناشونال، في الشركات، وكمان في المصالح الحكومية حديثا دلوقتي. كل السيستم دي او كل البرامج دي جزء منها بيعتمد اعتماد كبير جدا على الاكسس، اللي هو قواعد البيانات. الاكسس كل الحاجه الموجوده فيه اللي انا عندي مجموعه كبيره جدا من الداتا، بقدر اجمعها مع بعض بطريقه مجدوله وبطريقه منظمه، وبعد كده بقدر انشئ منها نظام يطلع لي النتائج اللي انا عايزاها بصوره سريعه ودقيقه. تمام. فهو ده هدف البرنامج. فقبل ما ادخل على الاكسس لازم افهمك يعني ايه اصلا قواعد بيانات وايه مكوناتها. فاول حاجه عندي حاجه اسمها البيانات، اللي هو الداتا. الداتا ايه هي؟ هي الصوره الخام الاوليه للمعلومات. يعني انا دلوقتي لو عندي اسامي طلاب، عندي ارقام تليفونات، عندي اسامي المواد، فكل دي تعتبر بيانات. طب البيانات دي متبعتره، فمش قادره احصل منها على معلومه، فهعمل ايه؟ لما تتجدول وتتعالج كويس جدا بتصبح معلومة، بتبقى information. يبقى المعلومات او الانفورميشن هي البيانات التي تمت معالجتها فاصبحت ذات معنى وقيمة اكبر. تمام. طب المعالجة بقى هي دي العملية اللي بين البيانات والمعلومات. يبقى انا عندي بيانات هي عبارة عن بيانات متفرقة، ابتدي عايزه اجمعها واعمل لها معالجه من خلال خطوه المعالجه او البروسيسنج عشان احصل على المعلومات اللي هي الانفورميشن. طب المعالجه البروسيسنج هي ايه؟ هي العمليات او الاجراءات التي تطبق على البيانات للحصول على غرض معين اللي هي المعلومات. طب بعد ما انا خلاص عملت معالجه وحصلت على المعلومات، اصبح عندي كم كبير جدا من الداتا منسقه ومرتبه، دي اسمها قاعده بيانات. يبقى بعد ما حصل تنظيم للبيانات التي تمت معالجتها، يبقى دي اسمها قواعد البيانات. يبقى قواعد البيانات هي كمية كبيرة من البيانات المنسقة والمرتبة معا وفقا لارتباطها معا في الواقع، والتي يمكن الرجوع إليها أو إجراء العمليات المختلفة عليها كالبحث والتعديل والمقارنة والفرز والترتيب، وكمان أي عملية أنا عايزاها، أي نتيجة سريعة أنا عايزة أطلعها من البرنامج. طب دلوقتي خطوة المعالجة بقى، خطوة البروسيسنج دي بيقوم بيها بيقوم بيها حاجة اسمها database management system، اللي هو DBMS. دي كمية كبيرة من البرامج، ولكن احنا هندرس هنا بس الاكسس. يبقى اذا الاكسس ده هو المسؤول عن خطوة البروسيسنج في قاعدة البيانات. عشان احصل على قاعدة بيانات عندي مجموعة من البيانات المتبعترة، عايزة اخليها معلومات. فعشان اخليها معلومات لازم اعمل حاجة اسمها معالجة. المعالجة دي بتتم بواسطة برامج دي متعددة جدا جدا ومنتشرة، ولكن احنا دلوقتي هنتخصص بس في برنامج الاكسس، هو اللي هيقوم لي بالمهمة دي. فبيقول لي تصميم قواعد البيانات. عشان اصمم قاعدة بيانات واخليها شكل السيستم اللي هو بنشوفه على على جهاز الكمبيوتر، وابتدي ادخل بسهولة عليه البيانات اللي انا عايزاها. عشان اصمم قواعد البيانات لازم اعرف حاجتين: المبادئ والخطوات. اولا مبادئ تصميم قواعد البيانات، في عندي 4 مبادئ، ولازم اخد بالي من الارقام لان ساعات في الامتحان بيسالني عن الاعداد. يعني بيقول لي عندك كم مبدأ عشان تصمم قاعدة بيانات، يبقى لازم اكون عارفة ان هم 4. طب خطوات تصميم قاعدة بيانات هيجيلها دلوقتي هنلاقيها 8، فلازم اخلي بالي من الاعداد. هنلاقي المبدأ الاولاني بيقول لي البيانات المتكررة او البيانات الزائدة لا يتم تسجيلها لانها تهدير للمساحة وتزيد من احتمالية الاخطاء وحالات عدم التناسق. يبقى اول حاجة بيعملها قاعدة البيانات ان هو بيمنع تكرار البيانات. رقم 2 المبدأ الثاني بيقول لي اي بيانات يمكن استنتاجها من بيان اخر لا يتم تسجيلها. يعني ايه لا يمكن استنتاجها؟ يعني هو بيحطش قيم افتراضية، لا، هو كلها حقائق. 1 زائد 1 بيساوي 2 بناء على بناء على معادلات وحاجات محسوبة. طب بيقول لي المبدأ الثالث لا يتم تسجيل اي نتائج معاملات حسابية.
يعني مفيش نواتج مع معاملات حسابيه انا بدرجها بايدي جوه الايه تصميم قواعد البيانات، انا بس بديله الطريقه وهو بعد كده بيترجمها لوحدها. المبدأ الرابع بيقول لي اكتمال البيانات وصحتها يعد امرا مهما ويضمن صحة المعلومات المسترجعة او الايه او المستنتجة. فدي كده المبادئ الأربعة لتصميم قواعد البيانات. نتكلم بقى عن خطوات تصميم قواعد البيانات واللي هي عددها رقم 8. ايه هم؟ اول حاجه تحديد الغرض من قاعده البيانات. انا طبعا عشان اقدر اصمم قاعده بيانات وليكن هصمم قاعده بيانات لمستشفى، فلازم ابقى عارفه الهدف. الغرض من تصميم القاعده ده ايه؟ ان انا اقدر احصر عدد المرضى اللي داخلين، واحصر عدد مثلا الكشوفات، ولو في تحاليل واسعار التحاليل، ويبقى الانكم قد ايه اللي هو الدخل المادي اللي داخل المستشفى، والاوت كم الحاجات اللي طالعه من المستشفى. فاذا يبقى لازم احدد الغرض من قاعده البيانات، انا عايزه ايه واطلعه من القاعده وايه هيساعدني في الشغل. رقم 2 تحديد البيانات المطلوبة. يبقى أنا إيه البيانات اللي هحطها في القاعدة دي عشان أحصل منها على البيانات اللي أنا عايزاها أو المعلومات. فإيه هي؟ زي مثلا أسامي المرضى، اسامي الدكاتره، اسامي التحاليل، اسعار الكشوفات، كل البيانات اللي انا عايزاها لازم احددها وتحديد دقيق جدا. رقم 3 تقسيم البيانات وتوزيعها في جداول وفقا لتوصيفها للعناصر. طبعا اي حاجه انا هشتغل عليها لازم تكون منظمه في جدول، واصلا هي دي اول خطوه انا بشتغل عليها في البرنامج وهنطبقها مع بعض عملي في الاجزاء الجايه ان شاء الله. يبقى اول حاجه بعمل انشاء جدول واحط فيه كل البيانات اللي انا عايزه استخدمها جوه البرنامج او اضيفها عشان احصل منها في الاخر على معلومه. رقم 4 تحويل عناصر البيانات في كل جدول الى اعمده. طبعا وبعدين دلوقتي هنعرف الاعمده ليها اسم معين والصفوف ليها اسم معين في الجدول. بعد كده يقول لي رقم 5 تحديد المفاتيح الأساسية، وهنعرف يعني إيه مفتاح أساسي. ورقم 6 إعداد علاقات الجداول وفقا لارتباطات البيانات معا. يعني لازم أعمل علاقات لما يكون عندي كذا جدول، كل جدول فيه مجموعة من البيانات، فعايزة أربط ما بين الجداول علشان في الآخر كل ده يصب في حاجة واحدة. برضو هنعرف يعني إيه علاقات وإزاي هنعملها. رقم 7 بيقول لي مراجعة كامل قاعدة البيانات. انا بعد ما اصمم النموذج بتاعي لازم اعمل له مراجعة واعادة تشغيل علشان اتاكد ان كل حاجة فيه مظبوطة. وتطبيق قواعد التسوية، والقاعدة دي مهمة جدا هنعرفها دلوقتي. فاذا هي دي تعتبر بس ذكرنا سريعا ايه هي الخطوات، ولكن هنقول بالتفصيل الحاجات اللي احنا معلمين عليها بالاحمر اللي هي محتاجة توضيح، اللي هو المفاتيح الاساسية والعلاقات وقواعد التسوية. قبل بس ما ابدا باي حاجة لازم اعرفكم ان الجدول في الاكسس شويه ليه مصطلحات مختلفه. يعني ايه الجدول العادي؟ احنا عارفين انه بيتكون من الاعمده وبيتكون من صفوف. طب العمود في الاكسس اسمه حقل، فهنلاقي الكلمه دي بتكرر معانا كتير قوي، فلازم نكون عارفين يعني ايه حقل. يبقى العمود في الجدول اسمه حقل، والصف في الجدول اسمه ايه؟ سجل. فدي معلومه مهمه هتسهل علينا حاجات كتير دلوقتي. بالنسبه بقى للجزء التخيلي، انا لازم اتخيل نموذج قاعده البيانات بتاعتي، تمام، واشوف انا عايزه اشوف شكله ايه، عايزه الشكل بتاعه ايه. يعني مثلا انا عايزه الاسم موجود فين، وعايزه النتيجه تظهر لي فين، وعايزه يطلع لي هنا مثلا السعر. عايزه اعمل تصميم اكني مثلا مهندس ديكور كده وانا اللي بصمم الشقه. طب بيقول لي ايه؟ نماذج قواعد البيانات حاجتين، يا اما نموذج هيكلي يا اما نموذج العلائقي. النموذج الهيكلي ده احنا مش هنتطرق ليه ومش هنستخدمه، اما النموذج العلائقي ده اللي بنستخدمه بكثره، واسمه بالانجلش ريليشنال موديل. ولازم اخلي بالي برضو من مصطلح الانجليش عشان لو جالي في الامتحان. دلوقتي في عندي حاجه اسمها مفتاح اساسي، وده عمود موجود في الجدول الاول. وفي عندي حاجه اسمها مفتاح اجنبي، ده عمود موجود في الجدول الثاني. جه منين المفتاح الاجنبي؟ هو عباره عن مفتاح اساسي انا اخدته من الجدول الاول نقلته للجدول الثاني فتغير اسمه بقى مفتاح اجنبي، وبيحتوي على نفس البيانات الموجوده في المفتاح الاساسي هو، ولكن ينفع تتكرر فيه البيانات، لكن المفتاح الاساسي ما ينفعش تتكرر فيه البيانات. وهم دول من خلالهم اقدر اعمل علاقه بين جدولين واعمل استعلام واطلع منه المعلومات اللي انا عايزاها. ودي برضو يعني تصور صغير للي انا بتكلم فيه. لو هنعتبر ان ده الجدول الاولاني وده الجدول التاني، ده الجدول الاولاني في مثلا العمود الاول اللي هو اسمه حقل، زي ما اتفقنا احنا اسمه الحقل في الاكسس ده في الاسم، تمام.
لو اخدت خانة الاسم ونقلتها في الجدول التاني، تمام، فاذا ده بقى اسم مفتاح اساسي وده بقى اسم مفتاح ايه اجنبي، من خلالهم اقدر اربط الجدولين ببعض، بقت في حاجة ما بينهم مشتركة، فلما اجي اعمل استعلام اقدر اطلع منه اي معلومات انا عايزاها. يعني ممكن مثلا اطلع جدول في اسم الطالب ودرجة اللغة الاجنبية مع تليفون ولي الامر، اقدر اعمل حاجة زي كده لانهم الاتنين اصبحوا حاجة ايه واحدة. تمام. طب دلوقتي بيقول لي قائمون على إدارة قواعد البيانات. مين القائمون على إدارة قواعد البيانات؟ هم 6. يعني اكني عندي شركه صغيره هي اللي عامله قاعده البيانات، فكل واحد في الشركه ليه وظيفه معينه بيعملها. المدير ليه وظيفه، اللي بيشتغل على المنظومه ليه وظيفه، المستخدم ليه وظيفه، فاذا كل واحد ليه حاجه معينه. ايه هما؟ بيقول لي يوجد في اي شركه او وزاره لديها قاعده بيانات فريق عمل مسؤول عن اداره قاعده البيانات، ويتكون من محلل النظم. محلل النظم ده مسؤوليته ان هو بيعمل تحليل لمتطلبات الجهة التي سوف تستخدم النظام. يعني بيشوف الجهة عايزة تحصل على ايه من السيستم ده، هيفيدها في ايه، وابتدي ياخد المعلومات دي يبتدي يحولها لايه، لبروجكت على ارض الواقع. يبقى هو مسؤوليته ان هو بيعمل تحليل لمتطلبات الجهة التي سوف تستخدم النظام، ومن ثم تحديد كافة البيانات وعلاقتها ببعضها البعض والقيود المفروضة عليها. رقم 2 عندي حاجة اسمها مصمم قاعدة البيانات. من اسمه مصمم يبقى هو اللي هيحدد البيانات اللي هتتخزن في السيستم اللي انا عايزة اعمله. يبقى يقوم مصمم قاعدة البيانات بتحديد البيانات التي ستخزن، حيث يحصل على نتائج مرحلة التحليل وعن طريق الاتصال بكل مستخدمي قاعدة البيانات مستقبلا لكي يفهم ايه متطلباتهم. اما المطور من اسمه مطور يبقى هو بيعمل انشاء واختبار لقاعده البيانات. احنا بس ناخد بالنا بدايه التعريف، هو ده اللي ممكن تيجي فيها الايه الاسئله. تمام. يبقى محلل النظام تحليل متطلبات الجهه، مصمم قاعده البيانات هو بيصمم قاعده البيانات ازاي بتحديد البيانات التي ستخزن. طب مطور قاعده البيانات هو بيعمل انشاء واختبار لقاعده البيانات قبل وضعها مرحله التشغيل، وغالبا يقوم بهذه المهمة أحد أعضاء فريق إدارة قاعدة البيانات. أما المبرمج هو اللي بيبرمج، من اسمها يقوم المبرمج بتطوير البرامج التي ستتناول قاعدة البيانات. مدير قاعدة البيانات هو بقى اللي بيرأس الفريق. احنا عارفين المدير هو اللي بيرأس الفريق، مدير قاعدة البيانات، ويكونوا هم المسؤولين عن التحكم في كافة إمكانيات قاعدة البيانات واستخداماتها، وكمان بيكون عنده الترخيص ان هو يخلي الصلاحيات محددة. يعني مثلا انا عندي 20 موظف وعندي صلاحيات كتير جدا على السيستم اللي انا بنشئه، فلا انا عايزه افتح 5 صلاحيات للموظف رقم 1، وعايزه افتح 2 صلاحيه بس للموظف رقم 2. فهو المدير هو اللي عنده الخاصيه انه يتحكم فين في توزيع الصلاحيات. تمام. وكمان مراقبة عمل القاعدة، وأي تجاوزات تحصل من المستخدمين بيقدر يراقبها. طب المستخدمون بقى هم اللي هيشتغلوا على السيستم نفسه، يبقى نطلق على مستخدمي قاعدة البيانات المستخدمون، وهم كافة المتعاملين مع قاعدة البيانات مثل الذين يقومون بتسجيل الطلبة أو أي بيانات أخرى. وفي هنا عندي ملحوظة مهمة اللي هي يقول لي إن الملف فايل هي مجموعة السجلات المرتبطة معا والمخزنة كوحدة واحدة. ده تعريف مهم برضو بتيجي فين في الأسئلة. ناخد بقى أسئلة على الجزء النظري اللي احنا شرحناه. أول سؤال معايا يقول لي من ضمن قواعد التصميم تطبيق قواعد التسوية. الإجابة غلط. من ضمن قواعد التصميم، لا، من خطوات عملية التصميم. طب يقول لي البيانات هي ناتج معالجة البيانات الأولية الخام. غلط. احنا قلنا البيانات لما اجي اعمل لها معالجة تحصل على معلومات، يبقى المعلومات هي ناتج معالجة البيانات. طب يقول لي معالجة البيانات تنتج بيانات أخرى عبارة عن دمج أكثر من حقل معا في جدول جديد. الإجابة غلط. احنا اتفقنا معالجة المعلومات بتنتج بيانات أخرى عبارة عن دمج أكثر من حقل معا في جدول جديد. بيقول لي مطور التطبيقات هو المسؤول عن صيانة برمجيات قاعدة البيانات. تمام. هي من اسمها مسؤول الصيانة، يبقى مسؤول الصيانة مش مطور التطبيقات. يقول لي نظام إدارة الملفات هو مجموعة من البرامج التي يمكن من خلالها إنشاء ومعالجة البيانات. الإجابة غلط. نظام إدارة قواعد البيانات. يمكن حفظ الكثير من البيانات المتكررة وتنسيقها في قواعد البيانات. الإجابة غلط. احنا قلنا أصلا قواعد البيانات ما ينفعش يبقى فيها بيانات متكررة. بيقول لي مسؤولية مبرمج التطبيقات هي تحليل متطلبات الجهة التي سوف تستخدم النظام ومن ثم تحديد كافة البيانات. الإجابة غلط. تحليل متطلبات الجهة مسؤولية محلل النظم. عند تصميم قاعدة البيانات يتم تسجيل كل حقيقة
كل حقيقة يعني كل عنصر للبيانات مرة واحدة فقط. الإجابة طبعا صحيحة. احنا قلنا ممنوع التكرار. نظام إدارة قواعد البيانات هي مجموعة البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء ومعالجة قاعدة بيانات ما مثل برنامج الأكسس. الإجابة طبعا صحيحة. نظم إدارة قواعد البيانات هي مجموعة البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء ومعالجة قواعد البيانات. الإجابة طبعا صحيحة. يقوم المبرمج بتطوير البرامج التي تتناول قاعدة البيانات. الإجابة صحيحة. مطور قاعدة البيانات يقوم بإنشاء واختبار قاعدة البيانات قبل وضعها في مرحلة التشغيل. الإجابة صحيحة. وهو يا جماعة نخلي بالنا هم هنا بيجيبوها بالنص، تمام؟ دي مهمة جدا، اقرأوها وحاولوا تربطوا الاسم اللي هو المسؤول بالوظيفة بتاعته. يقول لي هنا البيانات المتكررة اللي هي البيانات الزائدة لا يتم تسجيلها لأنها تهدر المساحة وتزيد من احتمالية الأخطاء وحالات عدم التناسق. الإجابة طبعا صحيحة. قواعد البيانات اللي هو الداتابيز هي كمية كبيرة من البيانات المنظمة والمنسقة والمرتبة معا تجمعها علاقة معينة وتكون مخزنة بطريقة نموذجية دون تكرار. الإجابة صحيحة. نكمل مع بعض. بيقول لي ان المعالجه اللي هو البروسيسنج هي العمليات والاجراءات التي تطبق على البيانات للحصول على غرض معين اللي هي المعلومات. الاجابه صحيحه. احنا قلنا بيانات نعمل لها بروسيسنج او معالجه تدينا انفورميشن اللي هي المعلومات. الملف فايل، ودي اللي احنا لسه قايله لكم عليها ورا. الملف فايل هو مجموعه السجلات المرتبطه معا والمخزنه كوحده واحده. الاجابه صحيحه. التعريف ده مهم. بعد كده نكمل مع بعض أسئلة اختياري. القائم على إنشاء واختبار قاعدة البيانات قبل وضعها مرحلة التشغيل. مبرمج قاعدة البيانات هو مين؟ فريق إدارة قاعدة البيانات. تتكون عملية التصميم لقاعدة البيانات من عدد كام؟ من عدد 8 خطوات أساسية. قلت لكم نخلي بالنا من من الأرقام، من 8 خطوات. السؤال اللي بعديه هي مجموعة كبيرة من البيانات تجمعها علاقات معينة وتكون مخزنة بطريقة نموذجية دون تكرار. طبعا هي قواعد البيانات. السؤال اللي بعديه هي النتيجة التي يمكن الحصول عليها من معالجة البيانات. احنا قلنا معالجة البيانات يبقى تدينا معلومات. يسمى عدم تكرار البيانات داخل قاعدة بيانات واحدة تجانس البيانات. عدم التكرار يبقى تجانس. برنامج الأكسس يصنف كنظام إدارة قاعدة البيانات. احنا قلنا ده مثال، يعني عشان احنا اصلا في كذا برنامج لإدارة قاعدة البيانات، ولكن احنا هناخد منها الأكسس. يقول لي من مميزات استخدام قواعد البيانات انها بتوفر المرونة وذلك يؤدي الى الى خفض التكلفة. دلوقتي هنبتدي مع بعض حاجة اسمها انواع المفاتيح وهنفهمها. قبل ما نبتدي الجزء ده ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة. وان شاء الله باذن الله النهارده هنبقى ده الجزء الاولاني من المديول الاكسس. هنكمل مع بعض الاجزاء التانية هنشرح فيها بالتفصيل، وهنطبق عملي كتير علشان نقدر نفهم الاكسس لان الاكسس اغلبه عملي. نكمل مع بعض انواع المفاتيح. المفتاح الاساسي والمفتاح الاجنبي. احنا قلنا المفتاح الاساسي والمفتاح الاجنبي في الجزء التخيلي اللي في السلايد اللي فاتت كان عباره عن قلنا هو نفس المفتاح ولكن بيتنقل من جدول لجدول فيختلف اسمه ولكن في نفس المعلومات. طب انواع بقى المفتاح الاساسي وممكن اسميه كمان المفتاح الرئيسي واسمه بالانجلش برايمري كي. انواع المفتاح الاساسي حاجتين: المفتاح المركب اللي هو الكومبوزيت كي والمفتاح البديل الترناتيف كي. المفتاح الاساسي او الرئيسي هو الحقل الذي يميز السجل عن السجلات الاخرى. بيتكون من حقل واحد فقط ويتميز بما يلي. يتميز بايه بقى المفتاح الاساسي؟ بثلاث حاجات: لا يوجد قيمتان متشابهتان في حقل المفتاح الرئيسي او المفتاح الاساسي، مفيش قيمتين شبه بعض يعني مفيش تكرار. لكن المفتاح الاجنبي فيه تكرار وهنشوفها دلوقتي. يقول لي رقم 2: يجب الا تكون اي من قيمه فارغه. يعني كلمه نل دي بتعبر عن القيمه الفارغه للحقل. تمام. طب بعد كده يفضل ان يكون رقم. ده ده الحقل الاساسي. انواع المفتاح الاساسي حاجتين: المفتاح المركب والمفتاح البديل. المفتاح المركب هو نفس خصائص المفتاح الاساسي يعني عنده نفس الخصائص لكنه يتكون من حقلين او اكثر. طب اما المفتاح البديل من اسمه بديل فاذا هو مفتاح رئيسي في جدول ما. تمام. زي الرقم القومي كمفتاح اساسي غير مكرر ويمكن استبداله بحقل اخر بديل زي كود الطالب. يبقى دلوقتي انا بستبدل حقل بحقل والحقل اللي انا استبدلته الاولاني ده اسمه ده هو اصلا مفتاح اساسي. فاذا الحقل التاني اسمه المفتاح البديل. يبقى لما يحصل عمليه استبدال يبقى ده اسمه المفتاح البديل. بعد كده بقى المفتاح الاجنبي اللي هو الفورين كي هو مفتاح اساسي في جدول اخر.
تمام، وليه نفس نوع البيانات، ولكن يمكن ايه ان تكرر القيمه به، ينفع يحصل فيه ايه تكرار. ناخد بقى الاسئله على الجزء ده. يقول لي قد يحتوي المفتاح المركب على قيمه فارغه. الاجابه غلط. احنا قلنا المفتاح المركب ما ينفعش يحتوي على قيمه فارغه، لانه هو اصلا عباره عن مفتاح اساسي. تمام، ليه؟ حيث انه يملك نفس خصائص المفتاح الرئيسي. طب السؤال اللي بعديه، يمكن ان يتكون المفتاح الاساسي من 3 حقول. غلط. احنا قلنا المفتاح الاساسي هو يتكون من حقل واحد فقط، لكن المفتاح المركب هو اللي زي المفتاح الاساسي بالظبط، ولكن ينفع يتكرر فيه ايه اكثر من حقل. طب السؤال اللي بعديه، يمكن تعيين حقل اسم الطالب كمفتاح رئيسي. الإجابة غلط. لا يمكن، لأن احنا قلنا المفتاح الرئيسي يفضل أن يكون رقم. يمكن إزالة المفتاح الأساسي. الإجابة صحيحة. هو أنا ينفع فعلا أعمل إزالة المفتاح الأساسي، لأن أنا اللي بعينه، أنا اللي بعين المفتاح الأساسي، ولكن ما ينفعش أحذف الحقل أو الحقول الموجودة في الجدول، ولكن ينفع أزيل خصائص المفتاح الأساسي من الجدول. بدل ما أنا كنت مخلية الرقم القومي هو المفتاح الأساسي، ممكن أخلي كود الطالب هو المفتاح الأساسي، فينفع عادي أزيله وأعيد تعيينه تاني. يقول لي يمكن استخدام المفتاح للجدول كمرجع في الجداول الأخرى في قاعدة البيانات التي تستخدم أكثر من جدول. الإجابة طبعا إيه صحيحة. يجب توفير قيمة دائمة للمفتاح الأساسي. الإجابة طبعا صح. وكمان بتكون إيه غير مكررة. الحقل الذي يميز السجلات عن السجلات الأخرى ويتكون من حقل واحد فقط. طبعا ده كان تعريف الإيه المفتاح الرئيسي. دلوقتي ندخل على حاجه اسمها انواع العلاقات. في عندي 3 انواع من العلاقات، والعلاقات دي على فكره بتيجي عليها اسئله كتيره جدا، وكلها اسئله مش بالضروره تيجي تيبيكال زي الاسئله اللي هنديها دلوقتي، ولكن هي ايه مفتوحه. انا عندي 3 انواع من العلاقات. علاقه واحد لواحد اللي هي بتيجي برضو بصيغه تانية رأس برأس، ودي بتكون الاقل شيوعا. تمام، زي علاقه ايه المسافر والتذكره. هو مسافر، لكل مسافر تذكرة واحدة، يبقى واحد لواحد أو رأس برأس. طب العلاقة التانية علاقة واحد إلى متعدد، يعني رأس إلى أطراف، يعني ممكن تيجي بالصيغة دي أو ممكن تيجي بالصيغة دي. نركز، وهي الأكثر شيوعا. يبقى الأقل شيوعا رأس برأس، والأكثر شيوعا هي الإيه رأس بأطراف. طب مثال على الرأس بأطراف، علاقة الدولة بالمحافظات. يعني مثلا عندي دولة مصر فيها العديد من المحافظات، فإذا بقت علاقة إيه واحد لمتعدد، أو علاقة رأس بإيه بأطراف. النوع الثالث هو علاقة متعدد إلى متعدد، اللي هي أطراف بأطراف. دي بتحتاج لجدول وسيط. زي إيه؟ زي علاقة المنتجات وجدول الطلبات. هيبقى عندي العديد من المنتجات وعندي العديد من إيه من جداول الطلبات. الطلبات ممكن تتغير، فإذا بقت متعدد لإيه لمتعدد. ناخد بقى الأسئلة على الجزء ده. يقول لي علاقة الطالب بالنتيجة الدراسية هي علاقة إيه؟ واحد إلى متعدد. الإجابة طبعا غلط. الطالب واحد أهو، والنتيجة الدراسية بتاعته هتبقى برضو حاجة واحدة، لكل طالب نتيجة، فإذا هيبقى إيه واحد لواحد. طب السؤال اللي بعديه، لإنشاء علاقة بين جدولين يجب أن يشتمل الجدول الرئيسي على حقل يتطابق مع حقل المفتاح الأساسي في الجدول الرئيسي. الإجابة طبعا غلط. حقل المفتاح الأساسي في الجدول الرئيسي بيبقى عشان أعمل علاقة بينه وبين الجدول التاني، يبقى الحقل اللي في الجدول التاني اسمه إيه؟ اسمه الجدول التابع. تمام، يبقى لإنشاء علاقة بين جدولين يجب أن يشتمل الجدول التابع على حقل يتطابق مع حقل المفتاح الأساسي في الجدول الرئيسي. بيقول لي جدول المواد وجدول الأساتذة، دي علاقة أطراف بأطراف. الإجابة هتكون غلط. ليه؟ لأن الكل أستاذ، يعني الأستاذ بيدي مادة واحدة، فأصبح علاقة رأس بأطراف مش أطراف بأطراف. طب بعد كده، لإنشاء علاقة بين جدولين يجب أن يكون الجدولان من نفس قاعدة البيانات. طبعا الإجابة صحيحة. يمكن الربط بين حقل ترقيم تلقائي وحقل رقمي عادي بين جدولين أثناء تكوين العلاقة. الإجابة طبعا صحيحة، ينفع يحصل الربط. يقول لي بعد كده، ما هو مقدار التشاركية في هذه العلاقة؟ مسافر وتذكرة. احنا أخدنا المثال ده، هو لكل مسافر تذكرة واحدة، يبقى علاقة واحد لواحد. يقول لي يستخدم الجدول الوسيط في ايه؟ في علاقة ايه؟ اخدناها اطراف باطراف. نوع العلاقات الاقل استخداما او الاقل شيوعا هو علاقة رأس برأس، ولسه كنا قايلينها دلوقتي. طب العلاقة بين الدولة والمحافظات، احنا قلنا الدولة هي دولة واحدة فيها العديد من المحافظات، يبقى علاقة ايه؟ واحد بمتعدد او رأس بأطراف. طب يقول لي هنا علاقة أطراف بأطراف تربط بين جدولين، وهي علاقة ضعيفة لابد من كسرها باستخدام جدول وسيط، فتتحول إلى إيه؟ علاقتي رأس بأطراف. يبقى علاقة أطراف بأطراف لما تتكسر تتحول لعلاقتي إيه؟ رأس بإيه؟ بأطراف. يقول لي طبيعة العمل مع الحكومة توجد فيه علاقة ايه؟ واحد لمتعدد، لان هي حكومة واحدة وبتتعامل مع العديد من الناس، فاذا يبقى علاقة واحد لمتعدد.
من انواع العلاقات واحد لمتعدد ولا واحد لاتنين ولا واحد لتلاتة؟ لا طبعا هي من واحد لمتعدد. يقول لي علاقة المواد الدراسية بالمدرسين الأكاديميين، احنا قلنا لكل مدرس المدرس بيدي مادة واحدة، فبقت أصبحت إيه؟ علاقة واحد لمتعدد. في عندي حاجة اسمها قواعد التسوية. قواعد التسوية أنا دلوقتي بعد ما أنا حطيت الشكل بتاع السيستم وظبطت كل البيانات والجداول الموجودة فيه، عايزة دلوقتي أعمل له تشغيل مبدئي يعرف لي إن أنا ماشية صح ولا في مشكلة في السيستم بتاعي. يبقى من خلال حاجة اسمها إيه؟ قواعد التسوية. يبقى تعد قواعد التسوية اللي اسمها normalization forms، ونخلي بالنا من المصطلح الإنجليش ده عشان بيجي في الأسئلة زي ما هو كده. بتكون مفيدة أكثر بعد تمثيلك لكل عناصر البيانات والوصول إلى تصميم أولي. تساعدك هذه الفكرة على الإيه؟ على التأكد من أنك قمت بتقسيم عناصر البيانات إلى الجداول الإيه؟ المناسبة. يعني اتأكدت إن أنا كل البيانات موجودة في الجداول المناسبة بيها وما عنديش أي مشكلة. في 3 أنواع من قواعد التسوية. في عندي حاجة اسمها النموذج العادي الأول اللي هو First Normal Form، اختصاره NF. ده بيوضح النموذج العادي إنه يوجد في كل تقاطع عمود مع صف، اللي هو طبعا الخلية. احنا عارفين تقاطع العمود مع الصف يعني الخلية. بيقول لي يوجد في كل خلية في الجدول قيمة واحدة وليس قائمة من القيم. طب النموذج التاني بسميه النموذج العادي الثاني اللي هو Second Normal Form اللي هو 2NF. ده يعمل ايه؟ يتطلب النموذج العادي التاني ان يكون كل عمود ليس له مفتاح تابع، ونحفظها زي ما هي كده. يبقى النموذج العادي الثاني كل عمود ليس له مفتاح تابع. اما النموذج العادي الثالث بيقول لي لا يتطلب النموذج العادي الثالث ان يكون كل عمود ليس له مفتاح تابع، وكمان ولكن ان تكون الاعمده ايه؟ دون مفاتيح مستقله. يبقى العمود ليس له مفتاح تابع يبقى النموذج الثاني، اما الاعمده دون مفاتيح مستقله تبقى النموذج العادي الايه؟ الثالث. الأسئلة اللي جت على الجزء ده، قواعد التسوية تضمن دقة البيانات المتكررة؟ طبعا غلط. احنا قلنا في السيستم ما ينفعش يحصل فيه تكرار البيانات، ولكن ايه؟ تضمن ايه؟ ندرة او ازالة التكرار. طب يقول لي هنا تعد normalization forms اللي هي قواعد التسوية مفيدة أكثر بعد تمثيلك لكل عناصر البيانات؟ طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة. ونكون النهاردة كده خلصنا الجزء الأولاني من الأكسس. دي كانت المقدمة، بنعرفكم يعني إيه قواعد بيانات ويعني إيه بيانات ومعلومات وإزاي بتحصل بروسيسنج. دلوقتي إن شاء الله هنكمل مع بعض في الأجزاء التانية واجهة الأكسس، وهنتكلم عن التبويبات وهنطبق عملي وهنتعمق أكتر بقى في إيه؟ في الأكسس ونفهمه عن دلوقتي. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة، وبالتوفيق.